اخر ماتش ديال الجيش الملكي ضد الاهلي المصري ما غنهضروش على النتيجه، غنهضروا على اكثر حاجه اللي كنحسوا بها حنا كمغاربه. واش الكاف وافريقيا ولاو ضدنا؟ الماتش سالا، ولكن النقاش والهضره مازال ما سالاتش. غادي نحاولوا نفهموا بالعقل وبلا عصبيه اشنو وقع في الماتشات بجوج ديال الالي وديال الروتور. في الماتش ديال الالي وقعوا وحده شغاب من بعض جماهير فريق الجيش الملكي، والكاف خرجت بعقوبات ضد الجيش الملكي في مده قصيره، دغيا داكشي كان. ولكن في الماتش ديال الروتور في القاهره في مصر شفنا احداث شغاب اكثر من داكشي اللي شفناه في الرباط. جمهور الاهلي المصري كيضرب في لاعبين الجيش الملكي بالقراعي، وكيهاجم جماهير الجيش الملكي وكيدير الضغط على اللاعبين، وهذا الشيء كامل لحد الان ما كاين حتى شي قرار من عند الكاف ولا من عند اللجنه التاديبيه. وهنا فين كيبدا يدخلنا الشك، كيفاش الجيش الملكي دغيا كيتعاقب من بعد الماتش والاهلي مازال ما صدر في حقه حتى شي حكم، علما انه الاحداث اللي وقعت في القاهره كبر بزاف من داكشي اللي وقع في الرباط. زيد على اللقطه اللي خلقت الجدل وهي داك التدخل العنيف ديال الشحات ضد ربيع حريمات. بزاف الناس وحتى من خارج المغرب اعتبروه اعتداء مباشر على حريمات، وكان خاصو ورقه حمراء مباشره، خصوصا ان الشحات ماشي اول مره كيدخل في مشاكل مع لاعبين مغاربه. ونتفكروا الواقعه الشهيره ديالو مع اللاعب محمد الشيبي واللي وصلت حتى للمحاكم. باش نكونوا منصفين خاصنا نفهموا كيفاش الكاف كتخدم. اي مقابله افريقيه عندها ثلاثه تقارير رسميه: تقرير الحكم، تقرير مراقب المباراه، وتقرير الامن. الا تسجلات الواقعه في التقارير كسلوك عنيف وواضح، العقوبه دغيا كتخرج. اما الا كانت لقطه قابله للتاويل، الكاف كتفتح تحقيق وكتراسل النادي والاتحاد وكترجع للكاميرات. ديك الساعه القضيه كتاخذ وقت طويل وكتعطل شويه. يعني التعطال راه ماشي تمييز فريق على فريق اخر، بعض المرات راه تيكون غير مسطره اداريه. وهذا هو المشكل اللي تخلق دابا. المشكل ماشي في العقوبات ولكن في السرعه في تنزيل العقوبات. ولينا تنقولوا علاش ملي كتكون العقوبات ضد المغرب كتنزل دغيا وبشكل قاصح، وفاش يكون ضد الاخرين القرار كيتعطل وكينزل حتى مخفف واحد شويه، ماشي شي حاجه. وهذا الشيء اللي ولا كيخلينا نحسوا بلي افريقيا ضدنا. اليوم ما كاين حتى شي دليل رسمي باللي كاين شي تمييز ولا انحياز ولا هاد الناس ضدنا، ولكن من حقنا كجمهور نتسائلوا ونطالبوا بالوضوح. الكره الافريقيه محتاجه قرارات واضحه وتواصل حسن وميزان واحد ومعايير كتطبق على كل شيء بنفس الشكل. دابا بغيت نعرف رايكم نتوما، واش كيبان لكم بلي المغرب ولا مستهدف، ولا غير حنا كجمهور مغربي كنشوفوا الامور بعاطفه اكثر من القانون؟ خليوا لنا ارائكم في التعليقات ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.